الناس الأيام دي ما بقتش عايزة الشخص الواضح الصريح، الشخص اللي ما بيعرفش يحور ولا يلف ولا يدور، الشخص اللي دايما الكلام اللي في قلبه على لسانه. لكن الشخص ده بيعتبروه بالنسبة لهم دبش، وما بيعرفش يتكلم، وبيفتكروه ان هو طيب او ضعيف. لا، الانسان ده مش طيب ولا ضعيف. الانسان ده اتربى كويس، اتربى على جبر الخواطر، اتربى على الاصول، اتربى على ان هو ما يعرفش يلف ولا يدور ولا يضحك على حد ولا يوعد حد بوعود مزيفه او كدابه. الناس دي انضف خلق الله واحسن الناس اللي ممكن تتعامل معاهم وتدخلهم في حياتك. هما مش انسان صدامي ولا اي حاجه، ولا هما دبش زي ما انتوا بتفتكروه. بالعكس، هما ناس بتفهم يعني ايه تعامل مع الاخرين، بتفهم يعني ايه حب، يعني ايه انسانيه، يعني ايه رحمه، يعني ايه جبر خواطر. لكن الناس دي مش عايزه الشخص اللي ده زي كده، عايزين اللي يلف ويدور عليهم واللي يضحك عليهم ويوعدهم بكلام ويقول لهم وعود مزيفه وكذب وزيف. هما بيبقوا ممكن يبقوا عارفين الحقيقه وشايفين ان هما بيكذبوا عليهم، لكن هما بيبقوا مستمتعين بده وبيتفرجوا وعارفين ان هما بيكذبوا عليهم. لكن هما عشان هما عايزين اللي يضحك عليهم، نفسهم يسمعوا الكلام ده، نفسهم يسمعوا الكلام اللي هو كله زيف وكله كذب، لان هما اصلا كده، هما اصلا كدابين، هما اصلا ما بيعرفوش في الاصول، هما اصلا طبيعتهم بيكذبوا ويلفوا ويدوروا. علشان كده بيدوروا على اللي شبههم واللي زيهم، اللي بيضحكوا عليهم ويلفوا ويدوروا عليهم. فكبر دماغك من الناس الوحشين، الناس اللي هم مزيفين. صدقوني، الحلو حلو لنفسه، والوحش وحش برضه لنفسه، مش لحد. وكل واحد يشوف اللي يناسبه واللي يقدر ان هو يكمل معاه، سواء حلو او وحش. كل واحد بيختار اللي قدامه على حسب شخصيته. فالشخص اللي يناسبك افتح له بابك، ولكن اللي مش بيناسبك يبقى تقفل في وشه 100 باب، ما تفتحوش ولا تقربوا من حياتك من اصلا. احنا نقرب الناس اللي شبهنا، اللي هيهونوا علينا حلو الحياة ومرها وتعبها وألمها، اللي نقدر نفضفض معاه بالكلام، واللي نقدر نعتمد عليه، واللي نقدر ان احنا نحكي له من غير خوف ومن غير قلق، نبقى مطمنين معاه. لكن اللي هيتعبونا معاهم بلاش منهم.